غلطة كبيرة وللأسف بنشوف ناس كتير بتعملها، وهي انهم بيستخدموا بري ورك اوت وفات بيرنر في نفس الوقت. ممكن تستخدم بروتين مع كرياتين او كرياتين وسترولين او ماس جينر او اي مكمل غذائي مع بعض، مفيش مشكله. لكن تيجي عند البري ورك اوت والفات بيرنر ولازم تاخد حذرك كويس جدا، علشان فيهم مواد ما ينفعش تستخدمهم مع بعض او هتعدي الحد المسموح ليهم. وابسط مثال الكافيين، اقل حبايه بري ورك اوت او فات بيرنر فيها مش اقل من 250 او 300 مللي جرام كافيين، والشخص الطبيعي اصلا اخره من 300 او 400 مللي جرام. فانت لو استخدمت الاثنين دول مع بعض اقل حاجه هتدخلها لجسمك هي 600 مللي جرام كافيين، ويمكن اكتر بكتير. ده غير لو شربت باقي اليوم كام كوبايه قهوه، ودي نسبه كبيره قوي على الجسم، ممكن تبوظ لك الجهاز العصبي، تعمل لك مشاكل في جهازك الهضمي، مش هتخليك تعرف تنام، وفي ارق وتوتر وصداع طول اليوم. وكل ده لو انت شخص طبيعي مش بتعاني من اي مشكله، ما بالك بقى لو حد عنده ضغط او سكر او مشاكل في القلب. طيب امتى تختار تستخدم بري ورك اوت وامتى فات بيرنر؟ اعمل فولو ومتابعه للصفحه، واستنوا الفيديوهات الجايه. وما تنساش جيت فيت وذ دكتور فيت.